صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا بخصوص الورق اللي هو الفئة 10 صاغ دوت. هي توقعات مختلفة زي ما انتم شايفين. محمد الأزاز وصلاح حامد، تمام. المهم، واللي هو عليها صورة إن هي هوجة عرابي والكلام ده. أنا عايز أعمل فيديو ده لحاجة معينة. في ناس بتبيع وبتقول الورق دوت، يعني مثلا بتقول لك الورق دوت تمنه معرفش 20,000 و30,000 جنيه والكلام دوت. الكلام ده مش صح نهائي. القطعة من دول في أحسن أحوالها زي ما انتم شايفينها كده جديدة، أو حلوة كده، يعني دي في أحسن أحوالها تمنها 3 جنيه. ما بتزيدش عن 3 جنيه مصري. لو انت عايزها يعني بتاع حلوة يعني كده، هو ممكن توصل الورقة 5 جنيه. ده لو الباكو كامل مع بعضه ومتسريل. ممكن تشتري انت الباكو كامل مع بعضه متسريل. الورقة يوصل سعرها 5 جنيه لو هي في الباكو بالكامل كده وسيريال 100 ورقة. سعرها بيبقى 5 جنيه. ما بيز... في الباكو سعرها في الباكو 5 جنيه. ما بتزيدش عن كده. لكن انت لو تشتريها مفرد بالكلام ده ما بتزيدش عن 3 جنيه. ده سعرها. ومفيش حاجة اسمها إصدار إنها سنة الصدر 40 مش عارف إيه. 40 ما كانش في جمهورية مصر العربية زي ما انتم شايفين. أنا حابب بس أقول لكم إن هي سعرها، عامل الفيديو ده مخصوص عشان أقول لكم إن انتوا ما تتخدعوش في العالم اللي ما عندهاش ضمير وبتقول لكم أسعار عالية. دي سعرها ما بيزيدش عن 3 جنيه مصري. 3 جنيه بالاسكندراني. هي ده سعرها. أتمنى إن حضراتكم تعملوا لايك في الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وشكرا ليكم. ربنا يديم دايما المعروف بإذن الله. تحياتي.